السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ فيفي. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال في اطار التحضيرات لشهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بكل ما كتمناو، والله يجعلوه شهر رحمه ومغفره. اذا نحضر معكم العجينه ديال لي كيش مختلفه على الطريقه العاديه، ونوريكم كيفاش يمكن لكم تحتفظوا بها. اذا قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، اللي كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش ايضا لايك الفيديو الى عجبكم. اذا كما قلت لكم بدايه الفيديو، فهاد لي كيش هادو مختلفين، اولا العجينه ديال لي كيش هذه صحيه كما شفتوا. غنستعمل فيها فقط دقيق القمح الكامل اللي حيدت له النخاله. بالنسبه للنوعيه ديال القمح فانا استعملت دقيق ديال الفرينه ماشي ديال القمح. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو دائما يستعملوا هكا وصفات صحيه، مثلا خبز الطوست غير بدقيق القمح الكامل، فمن الافضل تستعملوا الدقيق ديال الفرينه، لان كاين واحد اختلاف كبير ما بيناتهم. يعني لان الدقيق ديال الفرينه كيكون كيتنفخ وتقدر تعجنوه بوحدو، القمح لا، القمح ما كيكونش كيتنفخ. فهذا هو رايي وتجربتي انا مع الدقيق ما بين القمح والفرينه، وبغيت نشاركها معكم. اذا بالنسبه للكميه ديال الطحين، عندي هنايا 250 غرام ديال دقيق القمح الكامل. يمكن لكم تضاعفوا الكميه، انا نوريكم هكا كميه قليله وانتم ضاعفوا الكميه الا بغيتوا هكا تحتفظوا بها وتبقى لكم هكا طيله شهر رمضان ان شاء الله. وكنضيف عليها 125 غرام ديال الزبده، ما تذوبوهاش. يعني العباره ديال الدقيق كنديروا النصف ديالو ديال الزبده، يعني الا كان عندكم كيلو ديال الطحين غديروا نص كيلو ديال الزبده. بالنسبه للزبده انا استعملت هنا غير مارغرين، ولكن الا بغيتو هاد لي كيش هادو يكونوا صحيين 100% فبعدوا على الدهون المهدرجه اللي كتكون في المارغرين، يعني استعملوا الزبده من اصل حيواني. وكنخدم هكا الزبده غير بالاصابع ديالي كما كتشوفوا حتى كتولي على هذا الشكل هذا. خدموها غير بشويه بشويه، وغنبدلها هكا فواحد الاناء اكبر. كنضيف نصف ملعقه صغيره ديال الملح، نخلط هكا شويه الملح باش كيتخلط مزيان. عاد نضيف بيضه كامله، يمكن لكم تضيفوا فقط الصفار، يعني لاباط بغيزي اولا العجينه المكسره كيستعملوا فيها فقط الصفار. انا بغيت نضيف البياض، يعني كيبقى لكم الاختيار. وكنخدمها هكا غير بالاصابع. اهم حاجه في لاباط بغيزي اولا العجينه المكسره انكم ما تدلكوهاش، يعني تخدموها غير بالاصابع باش كتجي هشيشه وكتجي بحال مورقه. اذا كما كتشوفوا القوام هو هذا. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء على حسب الحجم ديال البيض. يعني انا عندي شويه البيضاء موين، غنزيد واحد شويه، تقدروا نتوما ما تزيدوش. كما شفتوا كان عندي هكا ربع كاس ديال الماء، بقيت كنضيف غير بشويه بشويه، ضفت هكا 2 مرات. وهذا هو القوام. يعني العجينه ما خاصهاش تكون كتفرتت في يدي، خاصها تكون شويه مجموعه في نفس الوقت ما تكونش جاريه. غير كنجمعها ما كندلكهاش. هذه هي النصيحه باش تنجح معكم هاد العجينه هذه وتجيكم هشيشه. اذا دابا صايت العجينه كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. غادي نلويها في السلوفان، وقبل غادي نوريكم شحال بقى لي ديال الماء. كما كتشوفوا يعني هكا تستعملوا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الماء. كنلويها في السلوفان ونديرها في المجمد. كل ما بقات بزاف في المجمد كل ما كتجي زوينه. انا غادي نخليها غير ساعه وغادي نعاود نرجع. خليوها شحال ما بغيتو ماشي مشكل. اذا بعد ما كنخرجها من المجمد كنقطعها اولا كنقسمها على جوج، وكنبدا نطلق العجينه ديالي. وقبل ما نطلقها كنكورها هكا باش تجيني دائره هكا مصايبه. كنكورها هكا في سطح العمل، وكندير واحد البلاستيكه هكا باش نطلق عليها. يعني ما تطلقوهاش هكا على سطح العمل مباشره لان غتلصق لكم. ديروا بلاستيكه اولا ديروا ورق الطبخ. اذا غندير بلاستيكه من جوج جهات لان كتبدا العجينه ملي كتسخن كتبدا شويه تطلق واحد الزبده. داكشي علاش ضروري ديروا هكا البلاستيك اولا ورق الطبخ. وكنبدا نطلقها حتى كنحصل على واحد السمك هكا ديال 2 حتى 3 ملم. وكندير هاد العمليه هادي كما كتشوفوا. الجوانب كيكونوا عندي رقاق فكنطويهم هكا باش كيجيني السمك ديال العجينه ديال الكيش قد بعضياته. يعني ماشي كيجيوني الاطراف رقاق والوسط غليظ. يعني كنتني هاد الاطراف اللي كيكونوا ترققوا وكنعاود ندوز عليهم شويه بالدلاك باش كتولي العجينه متساويه. وكما كتشوفوا هذا هو السمك. يعني ما تخليوهاش غليظه بزاف باش تبقى هكا واحد طبقه العجينه رقيقه. وعندي هاد المرشم هذا اولا القطاعه. وعندي هنايا المول ديال لي كاب كيك قلبته ودهنته بشويه بالزبده. انا غندير هاد العمليه لان ما عنديش المول اولا لي مول ديال الكيش. الا كان عندكم فاستعملوا لي مول. كما كتشوفوا القطر ديال المرشم اللي غادي نقطع به خصو يكون زايد هكا واحد 2 سنتيم على الدائره ديال المول الكاب كيك باش هكا يبقاو داك الجوانب كنهبطوهم. وكندير هكا القطاعه اولا المرشم في الدقيق باش ما يلصقليش، وكنقطع بهذه الطريقه. يعني هاد العمليه كديروها الا ما كانش عندكم لي مول ديال لي كيش. الا كان عندكم فكتشدوا هاد العجينه هذه كتحطوا لي مول وكتقلبوا العجينه على لي مول وكتبقاو تدخلوها يعني الطريقه العاديه اللي معروفه.
كنحيدو هكا العجينه ديالنا كما كتشوفوا بكل سهوله. كما كتشوفوا هذا هو السمك، يعني من 2 حتى ل 3 ملم. هاد العجينه هذه الكيش كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه لان فيها دقيق القمح الكامل، وكتجي هشيشه على الدقيق العادي صراحه، وصحيه خصوصا الا درتو لها هكا شي حشوه صحيه. اذا هاد الزوائد هادو ديال العجينه غادي نجمعهم، وغادي نحيد هكا هاد البقايا ديال الزبده من البلاستيكه باش نعاود نطلق فيها الكره الثانيه. وهاد العجينه كما قلت لكم غادي نحتفظ بها حتى نطلقها. اذا غنكمل حتى نكمل العجينه ديالي كامله. الا كان عندكم مثلا غير مول واحد ديال الكاب كيك فقطعوا التقطيعه الاولى ديروهم يطيبوا لان دغيا كيطيبوا، وعاودوا طلقوا الاخرى كتكون الاخرى طابت. اذا من بعد ما قطعت العجينه الاولى فغادي نديرها هكا، كنحاول نحطها في الوسط، وكنضغط ضروري هاد العمليه تضغطوا في الاول بيدكم يعني باش كيتمارك هذاك القاع ديال الكيش. عاد كنهبطها هكا الجوانب وغير بشويه، لان كما كتعرفوا العجينه ديال الزرع كتكون ماشي بحال العجينه ديال الدقيق الابيض. اذا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نستمر بنفس الطريقه، ضروري تضغطوا هكا في الاول عاد تهبطوا الجوانب. وكما كتشوفوا الطريقه سهله صراحه. انا جاتني احسن من لي مول ديال لي كيش، لان ملي كديروهم في لي مول خصكم ضروري تحطوا فيهم شي حاجه هكا حمص ولا لوبيا باش ما كيتنفخوش، فهادو ما كتحطوا فيهم حتى شي حاجه ملي كيبغيو يطيبوا، يعني كتحطوهم مباشره. فهاد الطريقه هذه جاتني سهله والشكل ديالهم كيجي زوين وما كيجيوش غلاط بزاف. اذا بعد ما كملت غادي نتقبهم. الا بغيتو تدخلوا العجينه للفريغو عاد طيبوها فبلا ما تقبوها. الا بغيتو طيبوها مباشره كتقبوها هكا بالفرشيطه كما كتشوفوا، تقبوها من الجوانب ومن الفوق. كنستمر هكا. من بعد ما كنكمل كندخلها للفران. بالنسبه لهاد لي كيش هادو دغيا كيطيبوا، كنشعل لهم الفوق والتحت كيدوزوا 12 دقيقه كيطيبوا. النار مهيله. اللي عنده فران ديال الضو يدير 170، واللي عنده الفران ديال الغاز يدير النار قليله. بالنسبه لي انا عندي يمكن لي نشعل الفوق والتحت في نفس الوقت. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران العاديه فكيشعلوا لهم التحت حتى كيطيبوا واحد شويه، يعني كيبقاو يتهزوا لكم. عاد كتحمروهم واحد شويه، ويمكن لكم ما تحمروهمش الا بغيتوا لان كيزيدوا يطيبوا ملي كنديروا فيهم الحشوه. المهم انا كيعجبني هكا نحمرهم شويه. وكما كتشوفوا لي كيش دايرين بعد ما طابوا هما هادو، شوفوا كيفاش كيجيو رقاق وكيجيو هشاش. صراحه كيجيو زوينين بزاف، احسن 1000 مره من العجينه ديال لي كيش العاديين اولا الشكل ديال لي كيش العادي. وهكا صحيين، يعني يديروهم غير بدقيق القمح الكامل افضل بكثير من الدقيق الابيض. والشكل ديالهم كيجي بحال هكا كما كتشوفوا، عمرهم اي حشوه. الا بغيتو ندير لكم حشوه هكا صحيه فخليو لي في التعاليق. وكما قلت لكم في بدايه الفيديو فيمكن لكم تضاعفوا الكميه. هذه 250 غرام ديال الطحين عطاتني 24 حبه ديال العجينه ديال لي كيش، يعني بهذا القياس هذا وبهذا السمك هذا. نتوما الا بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكنديرهم هكا في بواطه وكنغطيهم هكا بالورق وندير لهم الغطايه. هذا الا بغيتو تحتفظوا بهم في البواطه. الا كان عندكم هكا المجمد صغير فكديروهم في البلاستيك الغذائي كما غنوريكم. وبالنسبه اللي بغى يحتفظ بهم هكا في البلاستيك الغذائي يعني كندير هكا واحد شويه، ديروا غير شويه شويه ما ديروش بزاف باش كتجمعوا هكا، يعني ما كيكونوش جامدين ملي كتبغيو تستعملوهم. كتهزوا هكا مثلا 2 ديال البلاستيكات. اذا كنلويهم في البلاستيك الغذائي وكنديرهم في المجمد. بالنسبه لي انا في الاحتفاظ بهم في البواطه كيكون افضل، لان هاد العجينه هذه ديال الزرع كتكون هشيشه، فهكا الا حطيتو عليها شي حاجه في الفريغو غادي تكسر لكم. فمن الافضل هكا ديروها في البواطه افضل. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم وصفه زوينه وصحيه. وكما قلت لكم الا بغيتو ندير لكم حشوه صحيه واقتصاديه فما تردوش انكم تخليو لي في التعاليق. وصلنا لنهايه الفيديو. انا متاكده بلي هذه الوصفه ديال اليوم غتكون عجبتكم وغتجربوها وتولي معتمده عندكم. وبالنسبه اللي جربها وعجباتو يخلي لي في التعاليق. وما تنساوش ايضا تشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش، وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا الباج ديالي على الفيسبوك غنخليها لكم في صندوق الوصف، كندير فيها جميع الوصفات اللي هنا في القناه. وما بقى لي الا ندعوكم ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.